السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كده تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل قلقاس. طبعا روايح الشتاء بقى خلاص، كل سنه كده وانتم طيبين يا رب ويعود عليكم الايام بخير. هعمل بقى ايه؟ قلقاس كده. طبعا القلقاس بيبقى حلو جدا في الشتاء. بصوا بقى، انا حطيت ميه بس هعمله بلحمه، لان القلقاس طبعا ما بيبقاش حلو الا باللحمه. الفراخ لا طبعا، بس طبعا كل واحد واختياره، كل واحد طبعا وحسب ما هو عنده طبعا متوفر في البيت. بصوا، انا هحط بقى اللحمه كده هسلقها. انا بحب قطع اللحمه كده كبيره، يعني قطع اللحمه بحبها كبيره في اكلات معينه. القلقاس، الفته. بصوا، بصراحه يعني بتفرق شويه قطع اللحمه في الاكلات اللي زي دي. هنسلق بقى اللحمه اهو، بصلايه، قرن فلفل في سلق اللحمه هيفرق جدا جدا على فكره، هيطلع لكم الشوربه دي في حته تانيه. جربوا قرن الفلفل كده، بس ما تفتحوش ولا تشقوه ولا اي حاجه، كده في قلب الشوربه بس. ونسيبها بقى كده لما تطلع الريم. نحط شويه فلفل اسود وايه، ولما تغلي نوطي عليها شويه. نسلق بقى اللحمه ونروح ايه، نحضر حاجه القلقاس، لان القلقاس ده بقى موله كبير وغسيل والسلق وكده. نسيب بقى اللحمه تتسلق ونروح بقى نحضر القلقاس. بصوا بقى، نعمل هنا السلق. طبعا القلقاس لازم السلق. في ناس بتعمله كده بالسلق، يحطوه كده في قلب القلقاس، طبعا بيبقى مش حلو. في ناس طبعا بتحمره. بصوا بقى، انا بحمره بس في حته سمنه حلوه كده كبيره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حته سمنه كده كبيره حلوه، طبعا عشان ايه؟ يعني القلقاس عموما بيبقى عايز سمنه كتير بصراحه، يعني كده حته سمنه كده حلوه. عشان السلق ايه، يطلع حلو كده ومفرفط معانا، مش ماسك في بعض اهي. وانا بقى غسلته طبعا غسله حلوه، لان الحاجات اللي هي السلق والسبانخ والحاجات دي لازم تتغسل غسله طبعا ايه، حلوه. غسلته غسله حلوه وقطعته شويه بالسكينه عشان ما يبقاش طبعا كبير. بصوا حبايبي، بصوا، سبته بقى يتصفى خالص. بصوا بصوا، انا بعمل سلق كتير بصراحه، لان بحب القلقاس كده يبقى غامق والسمنه والسلق عليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كده بالسلق. طبعا ومعانا خضره ثانيه نحطها، شويه بقدونس على شويه كزبره والثوم طبعا في الاخر. نسيب بقى السلق كده مع نفسه، هو كل ده هيهبط وهيهدى، ونسيبه بقى كده يتحمر تحميره حلوه. وهحط له شويه شبت وشويه كزبره خضراء، واسيبه بقى مع نفسه كده خالص. اوطي عليه النار شويه وهو بقى هي ايه، هي هيستوي بقى مع نفسه كده، وكل ده هيهبط. بصوا بقى يا حبايبي، هنا السلق اهو سايباه يتحمر طبعا براحته، عشان يعني بيتحمر قوي طبعا يا جماعه. هنا بقى ايه، برضه احط حته سمنه حلوه كده. هو اليوم كله النهارده يلا السمنه في سمنه، هو القلقاس كده السمنه كتير فيه بتخليه حلو. طبعا مقطعه بصلايه اهي وعصره طماطم، طبعا طماطميتين بس، يعني طماطم مش كتير. انزل بقى بالبصل كده يتحمر، وايه، وعصره طماطم. نحمر بقى البصله كده مع بعض تحمر، ونحط الطماطم ان شاء الله. اسيبها بقى، اسيب بقى البصله تدبل كده. البصله احمرت، هحط بقى الطماطم، شويه طماطم طبعا مش كتير. بصوا الطماطم شويه صغيره قوي على حسب الكميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كمان برضو تقللوا من كميه الطماطم دي كلها، احنا مش عايزين طبعا طماطم كتير. بس سيبها بقى كده تتسبك عادي خالص اهي. وانا بقى طبعا بغسل القلقاس حلوه قوي قوي قوي، طبعا بنزل كل النشا اللي فيه. ممكن افضل اغسل فيه ساعتين تحت الميه السخنه والميه الساقعه لحد ما انزل كل النشا اللي فيه. انا هوريكم الميه عامله ازاي. بصوا الميه شفافه ازاي، هوريها لكم. بصوا حليت الميه، بصوا الميه شفافه ازاي. طول ما الميه شفافه كده والقلقاس بيتغسل طبعا كويس، ما يمسكش ببعضه في الحله، تحس ان هو مفرفط كده وبالسمنه كده وجميل. انما اللي هو بقى اللي
بيبقى بالتلزيق بتاعه ده بصراحه بيتعجن وبيبقى وحش جدا، حتى لو قعد لتاني يوم بيتعجن وبيمسك في بعضه. فانا بقى بفضل اغسله كتير كتير تحت الميه. الطماطم بقى تتسبك وهنحط بقى القلقاس والسلق. بصوا بقى حبايبي الطماطم اتسبكت اهي، عادي متسبكه طبعا زي ما قلت كده. بصوا عادي اهي. بصوا وانزل بقى ايه، بصوا بشويه القلقاس اللي انا غسلتهم غسله حلوه قوي وصفيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نزل كله مره واحده ازاي، مفيهوش تلزيق، لان طبعا التلزيق ده بصراحه بيبقى مش حلو خالص، بيخليه كده يمسك في بعضه ويتخن ويبقى مش حلو. اهم حاجه الغسيل والقاس حلو. نسيبه بقى كده شويه مع بعض في الصلصه وبعدين نحط الشوربه. بحب اسيبه كده في الصلصه بس شويه. بصوا بقى طبعا خلاص كده السبك اهو. بصوا بقى السلق انا باخده كده على طول اضربه في الكبه. بصوا عامل ازاي، بصوا ما شاء الله. عارفين انا بجيب كميه سلق كتير جدا، وخصوصا في رمضان بقى، لان طبعا في رمضان في دوشه كتير انت بتعمليها، فمش هتقعدي بقى للسلق ده لان القلقاس طبعا مراحله كتير. بجيب كميه كبيره جدا في رمضان واعمله كده واضربه في الكبه واوزعه في اكياس، واطلع كل واحد على قد حله القلقاس اللي هعملها. بيبقى حلو جدا وسهل. بصوا ضربته كده في الكبه، ولو لقيتوه مش عايز يمشي في الكبه زودوه شويه شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ما تزودوش ميه اهو. بصوا طبعا انا لسه بقى هنزل كل اللي في الكبه ده كده اهو. ده كده اسهل حاجه للسلق، تضربوه في الكبه بعد ما تحمروه عشان طبعا بيبقى ناشف قوي. بصوا اهو. طبعا في ناس بقى حبايبنا الصعايده طبعا بيعملوا بقى ايه اللي هو الاخضر ده، بياخدوا الورق يحطوه كده في قلب القلقاس. طبعا احنا مش، وفي ناس هنا برضو في القاهره بيعملوا كده، بس طبعا اللي بالسلق ده كده بيبقى احلى. تسيبه بقى كده على النار يستوي براحته، ان شاء الله يبقوا احلى شويه قلقاس. بصوا بقى حبايبي هو ده الغدا بتاعنا اهو النهارده، القلقاس. بصوا عامل ازاي، بصوا لونه بقى من السلق بصراحه وطعمه مش قادره اقول لكم يعني. وبعدين انا بس اللقطه مش عارفه ما كانش الكاميرا شغاله، بحمر اللحمه شويه في شويه سمنه بعد ما بتستوي، يعني بحمرها شويه في السمنه واقوم حطها في القلقاس. بديها تحميره حلوه في السمنه واحطها في القلقاس، بتبقى حلوه قوي دايبه في القلقاس. بصوا بقى اعمل ازاي. واجي رز ابيض طبعا مع القلقاس لان ما ينفعش رز بالشعريه، واجي شوربه بلسان عصفور. ويا رب بقى كده يكون عجبتكم الطريقة ويا ريت بقى تتفاعلوا في القناة ولايك وشير. وشكرا جدا للناس اللي اشتركت جديد، وشكرا جدا لكل الناس اللي عندي. متشكرة جدا على كلامكم الحلو الجميل، وبيسعدني وجودكم طبعا. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.